ماتش ود جديد يا نجوم مصر، ماتش ود جديد يا نجوم مصر. يا حبايب قلبي رزون. ريسنتلي بقيت حاسس ان انا فقير قوي، فقر مدقع بقى، حاجه في الزباله يعني. انت اخر مره طلبت بيتزا فاميلي من غير ما تحس بالذنب؟ انت اخر مره رحت تجيب لنفسك كوبايه كراميل ماكياتو قال لك تحط ويب كريم زياده يا فندم؟ قلت له اه. امتى اخر مره دخلت دايس تجيب عرض الثلاث بوكسرات ب 400 من غير ما تحس انك عايز تقطع بتاع؟ انا النهارده جبت لكم الناس اللي هتعلمكم ازاي تكونوا اغنياء. الناس اللي معانا النهارده دي هتساعدك تسيب كفره هرمز خالص بقى، تبتدي بقى تروح ذا درايف بقى و5 اي وتتمدن على الاخر، احسن ما انت مضيع وقتك طول اليوم تدور على فين بويز اسكندرانيه على الفيسبوك وتأجروا شقه في خالد بن الوليد. فلوس حلوه جدا، بس ليه هتضيع وليه مش هتجيلك؟ هي لو جاتلك بسهوله هتضيع بسهوله، ولو جاتلك بصعوبه وانت مش مهيأ برضه هتضيع بسهوله. ليه؟ ولو جاتلك بصعوبه هتضيع بسهوله. هيفضل طول عمره شحات يعني، ياكل قشر البطاطس من الزباله، هيموت مديون يعني. ديانه هيروحوا له على البيت يحطوا العصايه في طيب. لان المشكله في المستقطب، انت اللي بتستقطب المال ده، فلازم تكون مهيأ له، لازم تكون عديت بسلالم النجاح تدريجي. ما ينفعش زي ما قلت كده تطلعوا تنط السلالم، لو نطيتها هتقع على جذور رقبتك. النجاح والغنى رحله، سلالم الرحله دي. بس يعني بدل ما تعمل بودكاست وتجيب الراجل الغلبان ده يفلقس على السلم ويصورك من عند وراكك كده، يعني اديني خطوات، قول لي ازاي انجح، يعني ما تنظرش عليا يعني. بص اديني خطوات وانا اوعدك من بكره يعني هفتح لوكال براند اسميه فقيري، ابيع هوديز معموله من اكياس الزباله وعرق الشقيانين، خربها ماركتنج، هجيب بحيري وسيف فينوم ومريم الحركه. مهما تقول. الغنى ولا الثراء؟ بالنسبه لك الثراء. طبعا. انا بالنسبه لي انا لا احب ابقى غني ولا احب ابقى ثري، يعني انا احب ابقى شوجر دادي جدا، يعني ابقى راجل بيكت كده ونزيه وما اخليش الفين بوي بتاعي نفسه في حاجه. انا ثري وغني والحاجات دي لا. ثري انت اليومين دول عشان تبقى ثري محتاج لك مش اقل من مثلا 2 3 مليون جنيه عشان تسد الكريدت كارد. ايه مفهوم الغنى وايه مفهوم الثراء بالنسبه لك؟ غني مرتاح، ثري يعني عنده ثروه. يعني يقول لك ايلون ماسك، هل هو معاه دخل شهري بيقيس لك الدخل الشهري بتاع ايلون ماسك؟ لا. بيقيس لك مستوى ما يملك. ده ثروته. بس اغنى واحد في العالم مش اثرى واحد في العالم. يعني السي او بتاع جوجل ممكن يكون بيطلع له دخل اعلى من ايلون ماسك. يا جدعان جمله مفيده. طيب يعني انا هستفاد ايه طب لما اعرف ان ايلون ماسك دخله اقل من السي او بتاع جوجل؟ يعني يا خساره دخل ايلون ماسك اقل من السي او بتاع جوجل. لايف از نوت فير بجد. يا رب يا رب قويني على ثمن علبه التونه القطع. عشان اللي مش فاهمين بس، اللي مكتوب على البورد ورا دي الانتي فقر ايكويشن. يعني لو طلع عليك واحده فقيره بتبيع مناديل عند 929 وانت قاعد مع صاحبتك مثلا، تحرقها على طول. في اخر البودكاست بتتقلب وتنور، بتبقى صوره الفنانه عايده الايوبي. وان كنت غالي عليا سلفني خالتك ادلعها. ايه اكبر بيزنس انت عملته؟ بيكي باربر. ازاي جات لك فكره بيكي باربر؟ جات لي فكره بيكي باربر ان انا واحد بحب جدا افهم سيكولوجيه العميل بتاعي. بيكي باربر ده كان تقريبا يا اسطى سيكولوجيه عميل ايه يا اسطى؟ يا اسطى انت فتحت محل حلاقه يا اسطى. ايه سيكولوجيه العميل اللي ممكن يجي لك محل حلاقه من غير انه عايز يدرج الجنبين ويشيل شعر مناخيره مثلا؟ يعني سيكولوجيته يوم ما تشطح منه مثلا هيعمل ايه؟ يعني هيعمل فوطه سخنه مثلا او فتله. يعني ليه التصعيد الغير مبرر يعني؟ انا مقتنع بان الانسان بيتعب وبيشتغل وبيشقى علشان يجني الاموال عشان يبتدي يستمتع بيها في حياته، هيبقى ليه متطلبات. وانا بستهدف العملاء الهاي اند او الناس اللي معاها اموال، هم بيسموهم بيج سبندرز. لقيته عايز يقص شعره في مكان جميل، قلت له بيكي باربر. فالمبدا انك بتفهم سيكولوجيه العميل. ما تجرب تقول انا فتحت حلاق وتسكت خالص، يعني ترد على قد السؤال بس وتديني خطوات ان انا انجح بيها. يعني اللي انت بتحكي فيه ده هشام ربيع عامله من ايام شيبسي ماكس. احدى ذكرياتي مع هشام ربيع ده كان يوم فرح اخويا، يعني رحنا نحلق يوم فرحه، واول ما دخلنا عزمونا على كوفي قلنا لا والله لا، احنا متقلين في الفطار لسه واكلين شكشوكه، قهوه مع شكشوكه القولون يضرب، احنا ناس غلابه بيه، احنا جايين نرفع سشوار ونروح نجوز الولا ونمشي. قعدوني مع راجل حلاق مخضرم كده، فتح المقص وقفل على ما اتذكر يعني قال لنا عايزين 400 جنيه. جابوا لنا ريسيت اطول من بيتر كراوتش. افتكر ان اخويا دفع يوميها وكان بيفكر جديا انه ياخدني ونرجع البيت نكمل طبقين الشكشوكه عادي بعد ما يعلن افلاسه طبعا. اصل الواد مش هنجوزه هو مديون عليه 400 جنيه. بالمناسبه دي احط لكم الصوره، كان شكل شعر يوم فرح اخويا شبه الراجل اللي هو ذيس مان اللي هو بيطلع لك في الحلم وبياكلك شكشوكه ده. يعني حتى طلباته ومتطلباته في الحياه عمرها ما زادت. يعني الوحيد اللي عمره ما فكر يشتري طياره هو. كان دايما ياخد الطيارات بتاعتنا. لغايه اخر يوم كانش ليه متطلبات خالص. كنا نقول له يا نجيب خد يا حبيبي عملنا لك رغيفين حواوشي، يقول لك لا والله انا كنت لسه بشتري مجموعه شركات في تنزانيا ولسه واكل تنين كومودو قبل ما. كنا نقول له يا نجيب يعني بابا وماما ناموا، نبعت نجيب اندومي طيب؟ يقول لنا لا والله لسه مخلص جلستين كيماوي.
انت فقير ليه؟ ازاي في 2025 ومعاك موبايل ومش يا ابني قضاء وقدر يا حبيبي، انا فقير انا قضاء وقدر. اعمل ايه؟ انا ما عنديش اونلي فانز. بتدخل 3 مليون في الشهر. انت فقير ليه؟ شايف نزل بهدومي في الفيلا بتاعتي شاريها من فلوس الكورس. دي نفس الحاله النفسيه اللي بتجيلك بعد ما تخش على ابوك وامك بكيلو خوخ بعد ما تقبض. ازاي تبقى مليونير في 4 ايام؟ لو عايز تشتري الكورس بتاعي اكتب لي في التعليقات 6 خمسات وهيجي لك في رساله. مش انا اللي هبعتهولك، الاي اي كلون بتاعي اللي هيبعتهولك. الاي اي كلون بتاعي هو اللي هبعتهولك. انا مش فاضي، انا اتجننت خلاص وبقوم في بول الفيلا بالهدوم. احتمال كبير قوي يجي لي برد حالا والله. انزل اعمل فري دايفنج في $500,000 محشورين في البلاعه تحت. بعمل فلوس كتيره قوي بالذكاء الاصطناعي. عارف ازاي الاي اي كلون بتاعي بيخليني اتكلم اكتر من 298 لغه. بص، جو بارلي محمد زيدان. ده يعني انا اسمي محمد زيدان بالفرنسي، مش انا اللي اتكلمت، ده الاي اي كلون بتاعي. يا ابني ربنا يهديك يا حبيبي. ما هو اي كلب نايم بره قاعه محاضرات ألسن فرنش هيقول اللي انت بتقوله عادي. ممكن يقول لك جيبوغلي دي عادي يعني. ما تعدل بدل ما احدفك بالكرواسون في خلقتك. لو مش بتدخل اكتر من 3 مليون في الشهر هتفضل فقير طول عمرك. لو عايز تبقى زيي اشتري الكورس بتاعي فيه خصم 25% بمناسبه سنه 2025. يلا جو فاموس. طب جميل قوي، يعني انا هشترك في الكورس. حاضر. اطلع انت بس من الميه ونشف نفسك كويس وسلم مفاتيح الفيلا لصاحبها وما تنزلش بالموبايل الميه تاني. يعني خلاص ارجع بقى على شقه كعبيش فيصل زي ما انت، وحطه بس في شوار رز كده عشان ما يبوظش منك. يعني مثلا على سبيل المثال وعلى سبيل المثال دول لما بيجوا ورا بعض في جمله كده وتصحابهم تنهيده، يعني اعرف ان في ازنى راي سمعته في تاريخ الشرق الاوسط هيتقال دلوقتي حالا. يعني زي برضو على سبيل المثال فور اكزامبل، يعني تسمعها اعرف ان ودانك مش هتلاقي على الزنا بقى. يعني روح خد لك ساتر بسرعه. انت ملاحظ ان في تناسق ما بين اللونين دول؟ صح. هو مش صح ولا حاجه، انا عشان عملت لك كده واوحيت لك بالاجابه فانت قلت صح من غير ما رايك يطلع. دي النادج. اصلا مفيش اي خدعه في الموضوع، يعني هم متناسقين فعلا. يعني انت مش نازل من بيتك جربان اعتقد. يعني انت لو طلعت لي من دقنك طعميه كيري انا ممكن انبهر قوي بالخدعه. اجيب رغيفين عيش وناكل ونشبع وكله اليستا. بعدين يعني مليه وحفني عملها في بالون دور 2014 وكان في تناسق وشياكه وراح وسقف لعمه ورجع. يعني بتاع دي لو نزلت ريل هيتم هتك فتحه مناخيري في الكومنتات. يعني انا مثلا عايز اقول له حضرتك تحب الاصغر ولا تحب الاكتر وتوفر 20%؟ اوكي. يس. اوكي فاهم. وصلت. فمن ضمن التكنيكات الاسئله اللي بتستخدم في المبيعات حاجه اسمها الاسئله الايحائيه. الاسئله الايحائيه في السيلز، يعني دي هي زي لما على سبيل المثال فور اكزامبل لما تبقى قاعد في البيت الساعه 12 ومشغل التكييف وتحت البطانيه وتلاقي الفاين شيت بتكلمك تقول لك ايه بقى؟ يعني انا في البيت لوحدي وبابا وماما مسافرين غينيا بيساو. يعني ايه بقى؟ مش هنهاف سيلز ولا ايه؟ ان السؤال في حد ذاته والبادي لانجوج بتاعتي بتوحي بالاجابه. حضرتك تحب الكوليكشن السنه اللي فاتت ولا عايز اجدد حاجه طلعت؟ زياد هنا كاتب له في الكومنتات بيقول له طب انا عايز كوليكشن السنه اللي فاتت. يعني يا عم انا راجل قديم، يا عم انا راجل زباله. انا كوليكشن السنه اللي فاتت بيليق على اير فورس البيضه، انا حر. لازم تسال نفسك سؤال كده وبناء عليه انت هتتحدد انت كام منك بكام. انت كام منك بكام؟ والله انا ال10 مني بشبشب راجل جدع، انا ال3 مني بسنتيانا دانتيل. الواد ده بقاله 2-3 سنين بيعمل بودكاست. يعني والله لولا اني مكسل ادور عشان عايز اقوم اتعشى واتخمد يعني ما فوتش حلقه واحده غير وكل كاتش فريز بتطلع من اللي قدامه يقوم عايدها. يعني مثلا اللي قدامه يقول له قهوه ساده سكتو، منقوشه نوتيلا موز. اوف يا ربي على انس الدمشق ما يتدلع. مين اللي وصل النت في بيتكم واداك حق انك تقول رايك؟ والله بجد انا اصلا خلي العيال تعبر عن نفسها. لا ما عرفناش. ما دول قاده المستقبل. اصلا انا عايز اقول لك على حاجه بقى، يعني لو عايز نختم الحلقه بحاجه يعني ايه تعمل مشاكل. طب خير باذن الله. يعني استاذ صلاح ابو المجد ما يشوفش الفيديو ده. يعني اولا عشان انا فقير مش من مقام، ثانيا الشعر الرزي اللي مليان خبرات السنين ده بيبهدلني. يعني هضعف ناوي وهمسح الفيديو بصراحه. انا ضد الديمقراطيه. اقفل الحلقه. امسح لي يا ابني امسح لي اللي فات. ليه بقى؟ لان الديمقراطيه تجبرك على الاستماع لاراء البهايم. نهار اسود ومنيل. انا بقول لك ده رايي. ده حقيقي يا استاذنا والله. يعني ارائك على راسنا. يعني حقيقي كلك نظر. طب ايه يعني مش هنبطل نقول ارائنا؟ براحتك يا باشا قول. تمام. هو يا باشا مش بيقول لك الاغلبيه قطيع؟ قطيع ده ايه؟ لا ما تبصليش في الحته دي. بص كله يعمل الشيخ حسني كله بص الكاميرا. بص. ومش معنى ان عندك لسان يبقى تستخدمه في انك تقول رايك. الراي مش مربوط باللسان، الراي مربوط بالعقل.
فانت لازم تبقى كواليفايد عشان تقول رايك. طب يا اسطى، ما انت قاعد دلوقتي حرفيا بتقول رايك، يعني ايه اللي خلاك مؤهل انك تقوله غير انك بتعمل كورسات تقول للشباب الغلبان ويلكم يا فندم، سيب 400 جنيه وانت خارج واسعى والحاجات دي واجتهد والكلام ده، وبيروح يقف على سيخ شاورما في كرم الشام عادي. وبعدين لو بتشوف الفيديو ده عايز اقول لك معلومه مهمه، ابويا هو اللي كان موصل النت في البيت، بس مؤخرا نقل ملكيه الخط باسمي، اديني سديتها لك اهو يا عم. انا دافع النت في بيتي واقول اللي انا عاوزه، ان شاء الله اشوف كليبات زياد زازا 4K، انا حر، ما حدش له عندي حاجه. طب وانا ايه اللي يمنعني ان اكون زي ايلون ماسك؟ حاجات كتير، اولها الاي كيو بتاعك. اللي انا عايز اقوله للناس، شايف شباب بتتحطم دلوقتي بيقعوا. بص يا باشا، انا دايما بقول في كلامي انا ضد الابداع والعبقريه في بدايات الشغل. هو انت ايه اللي منعك تبقى ايلون ماسك؟ يعني انا لما شفت لك مكتب محاسبه في ال7 عماير، يعني ما شفتلكش كول سنتر حتى. مش فاهم الحقيقه فين الاي كيو والشركات والاملاك والاطيان اللي مخليك تقول على اللي بيقول رايه بهيمه. يعني هو ممكن نستحمى بقى. احمق عنده خطه يكسب واحد عبقري ما عندوش خطه. عندنا في مصر جمله عظيمه قوي في الموضوع ده، يقول لك ايه الحاجه الوحيده اللي اهم من الشغل؟ تظبيط الشغل. انت لازم تكون مرتب. 100%. 100%. انما تنزل كل يوم تشوف الكلام على ايه، مش هتوصل لحاجه. يا سيدي هقول لك على حاجه، تعال ناخد مثال فيري سيمبل. انت داخل المطبخ مش عارف هتطبخ ايه، ينفع الانجريدينت اللي يطلع قدامك تحطه في الحله؟ تقريبا الكلام في البودكاستات دي بياخد اهميته من الباك جراوند ميوزك. يعني انا حابب اجرب حاجه. هقول لك النهارده طريقه عمل الماتشا. عشان تكون شخص ناجح وعلى قدر المسؤوليه، هتجيب مسحوق ماتشا، معلقه صغيره، شويه ميه سخنه معموله على درجه 70 ل 80، هتحط اللبن، ولو حطيت اللبن في طريقك بيبقى اختياري. تجيب شويه سكر او عسل على حسب ارائك، يعني انا بشجع الابداع في اول الشغل، وهتحط عليهم من فوق 5 مكعبات تلج. ممكن تلاقي واحد بيحاول يبيع لك فيلا مثلا ثمنها 300 مليون ومش عارف ينطق اسم الكومباوند باكسنت صح. على قد لحافك مد رجليك. ما تتوقعش ان انا ابيع فيرزاتشي فيلا. ما تتوقعش انه هيبيع فيرزاتشي فيلا، ما تتوقعش بقى خالص. يعني لو جاي عشان الفيرزاتشي فهو خلاص راح، لو جاي عشان الفيلا فهي كمان راحت. انا عندي جسم احسن منك، فلوس احسن منك، عيشه احسن منك، المفروض تسمع نصيحتي. الموضوع ببساطه، انا نفسي كان في واحد زيي وزيك لما كنت ببتدي زمان، كان نفسي حد عاش العيشه اللي انا عايزها اسمع منه. انا ما كانش عندي الاوبشنات دي، انت عندك. مفروض الجمهور دلوقتي عنده، المفروض تسمع للناس دي، بس للاسف بيفتكرونا يوتيوبرز نصابين. بس طبعا اشترك في الاونلاين كورس بتاعك، هدفع لك فلوس عشان تعايرني، يعني تقعد تقول لي انا معايا عربيات احسن منك وفلوس احسن منك وجسم احسن منك وخالتك صاحبتي. يعني دي كده كورسات مازوخيه. انا داخل لك تهني بقى، تمسح بكرامتي البلاط بقى. شايفين الشاب اللي هناك ده شاب معظمكم لو كنتوا في حالته لاجئ فقير سوري كان عاش دور الضحيه. يعني لاجئ وعديناها، فقير وماشي الله الغني يعني، انما كمان سوري لا. هنا كلنا نقف وقفه ونعمل احتجاج على ارتفاع اسعار الزنجر الصاج، عشان بجد 135 جنيه كتير قوي. انتوا بتبقوا ترسين وبطاطس اصلا، يعني طعم الفراخ بيوحشني وانا باكل. الشاب ده غير تفكيره تماما وغير المايند سيت بتاعته. النهارده عايش في احسن حته على الكوكب، في احسن حته، في احسن مدينه على الكوكب، بيعمل فلوس في شهر اكتر من انتوا بتعملوه في سنتين، وبيأثر في معظم العالم العربي. الشاب ده انا فخور ان هو صديقي. دي بقى مش واخد باله، هو واقف بص في موبايله وسند على العربيه عادي كده. هو متعود يومين بيجي هنا للدكتور مكاوي يذله بقى ويعايره بمضيق قذر، خلاص بقى وقف ماسك موبايله ومركز تحت، خلاص تعود يعني. ها يا عم انا فقير ولاجئ وسوري، عايزه سبايسي ولا عادي؟ يا بنات بحب القطط، مفيش حد هينط خاص ولا ايه؟ يا بس يالا بطل بضاعة ولا ما تبقاش غبي، يالا ما تبقاش غبي. اوريو بيعتذر يا جماعه، بيقول لكم ان هو مؤدب وعمره ما يمد ايده على ابوه، بس بيقول لكم برضه يا ريت حد يجي ياخدني من البيت ابن القهوه. يا غرادي يا غرادي يا غرادي. مشكلة معظم الشباب العربي بيسمعوا للناس الغلط. انا وانت قدامهم دلوقتي ناس معاهم فلوس، عايشين الحياة اللي هم عايزينها، بنركب العربيات اللي هم عايزينها، معانا الشهرة اللي هم عايزينها، معانا البنات اللي هم عايزينها، وفي الاخر مش عايزين يسمعوا نصيحة مننا. يعني ايه معاك البنات اللي احنا عايزينها؟ يعني انت عرفتي منين البنات اللي انا عايزها؟ انا يا سيدي التايب بتاعي تبقى منقبه وشغاله في سنترال، لو معاك حاجه من الحاجات دي باص. يعني انا جربت في مره حقيقي اخش اسمع لك، لقيتك ما بتتكلمش في حاجه غير ازاي تكبر حماده ولا ازاي تروق حماده واصحابه. اللي هو حسيت الموضوع اوفنسيف قوي، يعني اللي هو انا تمام يا اسطى، انت شاكك في حاجه ولا ايه؟ انا قفلت اللعبه في التعليم. يعني قصدك المدرسه سيئه؟ النظام التعليم كله بالنسبه لي فاشل. طب ما انت عايز تبقى الحياه بتاعتي انا عايشها، بقول لك تعمل ايه؟ مش عايز اسمع مني. يسمع مين؟ يسمع المدرس في المدرسه اللي راكب عربيه، مش قصدي حاجه بس عربيه وحشه، عايش في حته وحشه،
وحشه بيقول كلام مش منطبق عليه اصلا، بيدرسك بيزنس وهو مش غني. طبعا لو مدرس شغال في مدرسه حكومي مرتبه ضعيف، دي مرتبات البلد، هيعمل ايه؟ في مدرسين برضو بيدوا دروس ومعاهم عربيات وفلوس ممكن يشتروك يشغلوك حماده بالكهرباء في قلب السنتر. ده انا يعني ياما ضيعت وقتي بالكالكوليتر زمان احسب المدرس بياخد كام في الحصه. فلوس الملازم لوحدها تعيشك في حاجه مش اقل من برزاتشي فيلا. مش كنت بتقول ان انا مولودة على معلقة دهب؟ المعلقة دهب النهاردة هتنفعكم، لان انا عملت فيديو بشرح فيه حاجات كتير قوي محدش يعرفها في حوار الغنى وفي حوار الفلوس ده. الان بشرى تحسها شبه اي واحده كان اسمها اسراء عندك في الفصل في ثالثه ابتدائي، بتبقى عامله ضفاير ودهنه زيت دابر امله فين يوجعك. اللي هو انت عارف انا بابا يبقى مين؟ انا اصلا هخلي بابا بكره يعمل لي كومباوند الجنزبيل 3 ومش هاخدك معايا. الفيديو ده كويس لغاية معلومات محدش هيقولها. هنطلع من الفيديو معلومات ما حدش قالها قبل كده، يعني هنخترع الفلوس النهارده، هنألف بنكنوت النهارده. ازاي تبقى غني غنى فاحش، ازاي تبقى ناجح، ازاي يبقى تحقق كل حاجة انت عايزها، ازاي يبقى عندك العربيات دي كلها، ازاي حاجتين لا يرفعوك لا يوقعوك. ازاي تبقى غني غنى ابن فتاكة، حاجتين لا يرفعوك لا يوقعوك، الاسانسير والزحليقة. تعرف عقلية الناس دي ايه؟ انا في دماغي انا احسن واحدة في الدنيا، مش حاجة مستحيلة، انت بس صدق بنفسك. افكرك تاني، in my mind I am always the best. In my mind I'm always the best. اوعى الهوك يا عم. ايوه المايند سيت والمنتاليتي ويورو 2016. طبعا انا زيك ما اعرفش ايه حوار البيست ده واضح ان ربنا اداكي كل حاجه الا حب الناس والنطق، يعني خد منك الاثنين، اتدشملتي على الاخر. في فيديو كده كان فايرل ليا ان هو بقول انا ما بفكرنش بحد، او انا فعلا ما بفكرنش نفسي بحد، هم مفكرين ان ده تناكه مني بس. مفكرين انه ده تناكه مني. انا بس مهبطه شويه فتلاقيني in my mind I'm always the best. بس دي حقيقه، انا عمري ما اقارن نفسي بحد، لو حتى احسن حد في الدنيا كلها انا ما بحبش اقارن نفسي بحد. انا مخلوقه عشان ابقى بشرى وما بقاش حد تاني. هي اتخلقت عشان تبقى بشرى، يعني طبعا ربنا ما يكتبها على حد باذن الله. بلس بقى ان هي بتقول لك انت مخلوق عشان ترضي نفسك بس، مش عشان تبقى زي حد تاني. في نفس الوقت بتقول لك لازم تركز مع الاغنياء، تعرف بيتصرفوا ازاي عشان تبقى اولويز ذا بيست. يعني كده معانا عدد 1 كومباوند وفيلا في المحله او السويس حاجه زي كده يعني، وعدد 2 ازدواجيه معايير. مع السلامه. سلام يا جربوع يا فقير. فو جربوها فقير عشان ما بيعملهاش زي بابا طبعا. يعني تخيلي تصحي تلاقي جوزك عامل لك كومباوند باسمك وجايب لك عربيه سي كلاس وفرانشايز قصر الكبابجي. طب هو السؤال هنا انت هتقدمي له ايه بقى؟ يعني انا لو صحيت من النوم مثلا لقيتك قاعده لي كده وماسكه المايك وبتقولي لي ازاي تبقى غني غنى فاحش، هحدفك بالمايك في وشك اجيب لك تهتك في البيرسينج. بس كده يا جدعان الفيديو خلص، يا رب تكونوا كلكم اغنياء عشان ما حدش ينظر عليك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب فولو على الانستجرام وتبدا في التداول. I am always the best.